هو الكون ده أزلي ولا ليه بداية ولا إيه اللي حصل في أول لحظة؟ ناس كتير على مر التاريخ كانوا فاكرين إن الكون ده ملوش بداية وإنه أزلي، بس العلم الحديث جه وقلب الطاولة دي رأسا على عقب. في القرن العشرين ظهر اكتشاف بيعتبر من أعظم اكتشافات العلم. العلماء لاحظوا إن المجرات بتبعد عن بعضها، وده معناه إن الكون بيتمدد، والتمدد ده مش معناه إن الكواكب بتتحرك بعيد، لا، الفضاء نفسه هو اللي بيكبر. العالم أدوين شاف ده بالتلسكوب سنة 1929، وده قاده لفكرة عظيمة. لو الكون بيتمدد دلوقتي يبقى زمان كان أصغر، لو رجعنا بالزمن أكتر وأكتر يبقى الكون ده كان نقطة واحدة، وده اللي العلماء سموه الانفجار العظيم، لحظة البداية اللي بدأ منها الزمان والمكان والمادة والطاقة. يعني قبل كده مفيش ولا زمان ولا مكان ولا أي حاجة، وده معناه إن في حاجة خارج الكون هي اللي خلقته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الكلام ده القرآن قاله من 1400 سنة، يعني السماء والأرض كانوا كتلة واحدة ففتقناهما، يعني انفصلوا عن بعض، وده نفس اللي قاله العلم عن الانفجار العظيم. يعني القرآن سبق العلم بأكتر من 14 قرن، واللي قال كده مش بشر، رب الكون سبحانه وتعالى.